السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفيديو مختلف، وحبيت اعمل معاكم حاجة مختلفة كده، وهنعمل فطير مشلتت على الكانون في الغيط. الفترة الجاية ان شاء الله اصور معاكم فيديوهات كتير كده في الغيط. لو حبيتوا الفكرة اكتبولي في الكومنتات وشجعوني. شايفين بقى الجمال؟ الفطير بتاعنا طالع قمر كده ومورق، وبجد هيعجبكم جدا. تعالوا على طول نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة كده جبت كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح كده صغيرة، وهقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هكون مجهزة عندي مية علشان اعجن بيها، مية عادية خالص من الحنفية. هقلب كده بالمعلقة الاول لحد العجينة ما تتلم معايا. بعد كده بشيل المعلقة خالص وبعجن كويس جدا بايدي. هنا العجينة هتبقى معايا طرية شوية وبتلزق تلزيق بسيط كده في الايد. مش عايزة العجينة تبقى يابسة خالص، لان احنا هنفردها بايدينا مش هنفردها بنشابة، فلازم تبقى طرية شوية. اعجنوا بقى العجينة كويس جدا. كل لما تخدمي العجينة كويس في العجن بتديكي نتيجة مظبوطة في الفطير، وكمان الفطير يتفرد معاكي بسهولة كده وما يتقطعش منك. فعجنوا كويس العجينة. بعد ما عجنت العجينة بالشكل ده هلمها كده على بعضها، وهغطيها كده بكيس واسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح معايا. لازم نريح العجينة شوية قبل ما نقطعها. طبعا العجينة ما فيهاش خميرة ولا اي حاجة، بس لازم نريحها علشان ما تبقاش زي الاستك كده بتشد معانا. فهسيبها على جنب كده حوالي 10 دقايق ترتاح معايا. هنا بعد 10 دقايق جبت بقى العجينة وجبت شوية زيت وحطيت على الطبلية دي شوية زيت كده، علشان لما اقطع العجينة ما تلزقش معايا في الطبلية. وهقطع العجينة كور صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بدهن وش العجينة بالزيت علشان وشها ما ينشفش معايا، وبغطيها بكيس كده واسيبها حوالي ربع ساعة علشان ترتاح. لازم تريحوا العجينة كويس جدا علشان لما تفردوها تتفرد معاكم بسهولة، ما تبقاش عاملة زي الاستك كده بتشد معاكم. وهنا السمنة بقى حطيتها على الكانون كده علشان تسيح معايا. انا مش عايزاها تبقى سخنة خالص، انا يدوبك بسيحها بس وهشيلها على طول. وهنا العجينة بعد ما سبتها حوالي ربع ساعة ريحت كده، ولو سبتوها اكتر يكون احسن كمان. هاخد اول كورة من العجين كده وحطيت عليها نقطة زيت على الطبلية ونقطة زيت على العجينة، وبدأت افردها بايدي بالشكل ده. طبعا العجينة طرية فهتتفرد بكل سهولة، مش محتاجة نشابة خالص. بعد كده هبدأ اشد العجينة كده علشان تبقى رقيقة معايا، وهدهن بقى العجينة كده بالسمنة بالشكل ده. بعد كده هطبق الجناب كده، وبين كل طبقة والتانية بحط برضو سمنة علشان تطلع معايا مورقة. خلاص طبقت العجينة كده. ممكن تسووها على كده وممكن تعملوا 2 في بعض علشان تطلع معاكم كبيرة شوية. انا هحط فطيرتين في بعض علشان تطلع معايا حجمها كبير شوية. جبت تاني فطيرة وبدأت افردها برضو على شوية زيت بالشكل ده كده. بعد ما فردتها بايدي كده هبدأ اشد العجينة علشان تبقى رقيقة بالشكل ده، وهدهن العجينة بالسمنة. بعد ما دهنتها بالسمنة بجيب الفطيرة الأولى اللي أنا قفلتها وبحطها جوه الفطيرة التانية، وببدأ أدهن سمنة وأقفل كده الفطيرة على بعضها. عملت معايا فطيرة كده حجمها أكبر شوية. خلاص كده أنا خلصت كل كمية الفطير اللي عندي. باخد أول واحدة وأبدأ أفردها فردة بسيطة بإيدي كده، وبدهن وشها بالسمنة، وباخدها على طول على الكانون وببدأ أسويها. هاخد بقى الفطيرة اللي انا فردتها بالشكل ده وحطيتها كده على النار، ابدأ اسويها كده، واول ما تاخد لون من تحت بروح قلبها على الجنب التاني. هقلبها بقى على الجنب التاني لحد ما تستوي معايا. هفضل اقلب فيها كده مرة على الجنب ده ومرة على الجنب التاني علشان تاخد تسوية مظبوطة وما تبقاش معجنة من جوه. هرجع اقلبها على الجنب التاني كمان مرة كده علشان تسويتها تبقى مظبوطة زي ما قلتلكوا بالشكل ده. خلاص الفطيرة استوت معانا. هطلعها كده واحط واحدة تانية بتطلع طرية وطعمها تحفة بجد. هخلص بقية الفطير كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونشوفوه في الاخر مع بعض. شايفين بقى الجمال؟ بجد طالع حلو جدا ومورق كده وطري وتحفة. تعالوا نشوف واحدة من جوه كده. شايفين مورق ازاي؟ بجد حاجة في منتهى الجمال.
جربوه بقى كده علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة